السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. اثناء زيارتنا لمدينه دبي العالميه ما كانش ينفع ابدا ان احنا نخرج ونخلص الزياره بتاعتنا من غير ما نتفرج على معارض السيارات هنا. فالنهارده هنتفرج على معرض سيارات. طبعا احنا مش هنقارن اي حاجه باي حاجه، بس افتكر ان انت في دبي اللي تقريبا ظني يعني انها تقريبا فيها اكبر عدد سوبر كارز موجوده في العالم كنطاق مساحه لعدد. فالنهارده بقى انا عايز افرجكم على شويه تحف، هدايا، قنابل، صواريخ يعني، ومش مبالغه والله. بص انا اعتبر انها مقدمه فيها مبالغه. ابدا اتفرج معايا وقول لي ايه رايك، اكتبوا في التعليقات. بس يا صاحبي يعني انا كده كنت ببالغ. ها، احنا هنا في زياره لمعرض اسمه استوبيز موتورز. المعرض ده موجود في شارع الشيخ زايد. تعالوا بقى ندخل المعرض ويتفتح لك باب الاحلام. خلونا نبدا الزاويه الواسعه كده. فيراري الفيراري على فكره فيها حاجه كده غريبه، مش زي الفيراري اللي احنا نعرفها. لامبورجيني اس تي او والمكلارين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا باشمهندس عصام، حبيبي منور الدنيا. اهلا وسهلا، منور انت بدبي واهلا وسهلا فيك، شرفتنا بمعرض استوبيز. تسلم حبيبي. اهلا وسهلا. اخبارك ايه يا جميل؟ الحمد لله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شايف؟ حاجه يعني تحف فنيه هي يا باشمهندس. انت عارف يعني ايه العربيات العاديه بتاعتنا ايا كان بقى هي ايه، فهي في النهايه تحس انها حاجات عاديه كده، طيور عاديه، انما دي طيور الجرحى. دي المقاتلات، يعني المقاتلات لو بنشبهها بالطيارات فدي دي مقاتلات، فاهم؟ نعم. يعني هنا شوف السبويلر قد ايه. السبويلر ده تقريبا ثمنه اكتر من المشاريع اللي انت عملتها في حياتك كلها. سبويلر بس. طبعا في هنا ملحوظه يا جماعه، ان المعرض هنا العربيات اللي فيه سبيشال اديشن، يعني في اعداد محدوده منها من العالم، ليميتد. العربيه دي في منها كام واحده في العالم؟ 275 واحده. هاي السنه ماكلارن السنه هي واحده من السيارات اللي سوتها ماكلارن، تعتبر سوبر سيارات. طبعا في الحلبات السنه دائما بيكون هي المطوره عن كل الفئات اللي موجوده فيها، مستخدمين خبرتهم بانهم يزيدوا الداون فورس اكثر، تكون سياره باورفul اكثر. هو داون فورس هيعمل اكتر من كده بس. هون جايبين التوب. الجناح ده رهيب قوي. ده الجناح ده عايز موتور جبار علشان يقدر يقاوم المقاومه اللي هو بيعملها. يعني انتوا مش متخيلين الجناح الخلفي ده بيعمل داون فورس قد ايه، وبيعمل مقاومه للهواء قد ايه، وبعدين تقريبا هو متحرك، يعني بيتهيألي على زاويه، هو مش ثابت بالضبط. هاي خلينا نقول هي النسخه الاخيره من هاي الفئه اللي هي 765، واللي هي جايه اساسا من ال 720. طيب. اللي هو مبدئيا خلينا المحرك هنا احنا بنتكلم في كم حصان؟ نحن هون عم نحكي فوق ال 600 حصان. فوق ال 600. فوق ال 600 حصان. فوق ال 600 حصان. يا لهوي. هاي تخيلوا على البودي ده والوزن ده، طبعا العربيات وزنها خفيف. بالضبط. هاي السياره هي ال 765 ال تي، هي 765 حصان. 765 حصان مطوره عن 720 اللي هي 620 حصان. فهي السيارة جاية أساسها من ال 720. شو الفرق اللي إجا بيناتهم؟ عدد الأحصنة صار أكثر. طبعا الجماعة هون اشتغلوا على الداون فورس، زادوا 40% على السيارة. طبعا السبليتر الأمامي بالضبط، والسبويلر العملاق برضو الخلفي ده. السبويلر هذا زادت مساحته 30% عن السبويلر الموجود بال 720 لحتى يزيدوا الداون فورس بالسيارة. خففوا وزن تقريبا بحدود ال 45 كيلو جرام، فالسيارة صارت وحش بالحلبات. يعني الاصدار ده خاص بالحلبات بالضبط. امال ده خاص بايه بقى؟ حلبات بس، ولكن التوب ليفل. يعني هاي كانت الليمتد. اشتغلوا عليها ماكلارن. هي 800 يعني حصان. تخيلوا هنا الجناح ده ممسوك فين لحد فين، شوفوا واصلين فين، وعلى نظام هيدروليك من تحت اهو، شايفينه. طيب احنا هنا بنتكلم في كام حصان؟ 800 حصان. 800 حصان. 800 حصان. طيب المفروض ان هي من 0 ل 100 في قد ايه تقريبا؟ 2.8. 2.8.
يا لهوي. 3.2 يعني يا جماعه انت بتعد كده 1 2 قبل ما تكمل 3 بقى سرعتها 100 كيلو. انتوا متخيلين بالظبط. بقى التسارع بتاعمل ازاي؟ بالظبط. تسارع خرافي. طيب واللامبورجيني اللي هي الغلبانه يا عيني اللي واقفة دي؟ اللامبورجيني هاي الاس تي او هي النسخه المطوره، او خلينا نقول نسخه الحلبات من الايفو. هاي الايفو الموجوده، او هاي ايفو سبايدر خلينا نقول، بس ولكن الايفو سبايدر مجهزه حتى تكون لانها ديلي يوز كمان اكثر، استخدام يومي اكتر من انها حلبات. اما الاس تي او اللي كنا عندها فهي مصممه للحلبات. الفرق بيناتهم بيكون عندك الداون فورس اعلى بيكون موجود بالاس تي او. السياره بتكون دفع خلفي، اما بتكون هون دفع رباعي السياره. طيب فانت عندك الكنترول بالحلبات دائما بيكون الدفع الخلفي هو عشان تقدر تلعب بيها يعني. بالضبط. هل هي مفتوحه؟ لاحظوا هنا اس تي او الاستهلاك هنا بيقول لك سيء جدا. طبعا ده هيئه التقييس اللي خاصه بدول مجلس التعاون الخليجي. هي هنا مش مطالبه ابدا ان هي توفر بنزين، بس هنا الموتور احنا قلنا كام سي سي؟ هنا الموتور 10 سلندر 5200 سي سي. طيب 5.2 631 حصان. طبعا السياره تنفس طبيعي. تنفس طبيعي على كل ده؟ طيب ركزوا بقى معايا، احنا بنتكلم هنا 8.4، يعني المفروض ان اللتر البنزين يمشيها 8.4 كيلو على محرك 10 سلندر، فده كويس مش وحش. طبعا انا مش عارف هم عاطينها سيء جدا ليه. هون حسب وعلى القدره الحصانيه اللي هي بتخرجها فبرضه مش وحش. هنا طبعا الهوريكان، على فكره الهوريكان ده اعصار تقريبا، اسمه اعصار. الزراير بتاعتها اصلا، وشوفوا هنا الزرار هنا بتاع الستارت ستوب انجن تحت كفر احمر. ده في الطائرات المقاتله، الناس اللي غاويه طيران يعني، الطائرات المقاتله بيبقى فيه الغطاء الاحمر ده على السلاح الرئيسي للطياره، يعني الصاروخ بقى اللي هو ده هيدمر الدنيا، فبيروحوا حاطين عليه الكفر ده عشان ما يتضغطش بالغلط. يعني ده معروف ان هو عليه تحذير، ده مش الحاجه اللي انت ينفع انها تعدي. اس تي او شايفين؟ طبعا الداخلي بتاعها تقريبا كله الكانتارا، تمام. تطعيمات، كل ده مش تطعيمات، ده كله كربون فايبر، مش كده؟ ده الباب بالكامل كربون فايبر. صحيح. يعني احنا بصوا لما نيجي نقول عربيه مميزه بنروح جايين قايلين ايه فيها تطعيمات كربون فايبر، صح؟ انما احنا هنا بنتكلم الكفر الداخلي كله كربون فايبر بالكامل. سيد عصام، يعني شوف حتى مسكه الباب الخروج محسوب حسابها انه تتخفف فيها وزن. فهي لا ماشي فعلا، تصدق. وده ايه ده الفتح بتاع الباب بالظبط. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ابداع والله يا جماعه. طيب برضو هنا السبويلر الجميل، شايفين انتوا القاطع الجانبي ده على فكره حديثا تم اضافته لاجنحه الطائرات. يعني الطائرات دلوقتي الحديثه بداوا ان هم يحطوا لها القاطع الجانبي ده عشان برضو يحدد اتجاه الهواء. هو هنا تقريبا الميول بتاع الجناح بتتحكم فيه يدوي مانوال، صح؟ نعم. نجي على الاسطوره اللي بعدها من فيراري طبعا، واللي هي تعتبر حاليا الوقت الحالي من اصدارات فيراري هي الاسرع، اس اف 90. الاس اف 90 في منها نوعين، في السبايدر تمام، وفي الاسترادالي اللي هي بتكون بدون منها كشف. بالضبط. دي اللي هي الكابورليه، سقف الكشف. نعم. طبعا السقف بيفتح من هنا يا جماعه، بيقفل تاني عادي، يعني هو في هنا كفر تحته. بالظبط. الكفر ده بيفتح وبيقفل هنا سقف، ودي اللوكات بتاعته اهي. تمام. هنا ده السقف الثابت. نعم. طيب انا في حاجه قلت لكم يا جماعه هتلاقوها غريبه في العربيه دي. احنا متعودين العربيات يا بنزين يا كهرباء يا هايبريد. الهايبريد بتبقى الموتور البنزين بيشحن الكهرباء وهي ماشيه، انما انا اول مره في حياتي اشوف المحرك هنا كده. تمام. محرك بنزين اهو طبيعي اهو، شايفين انتوا علبتين الشكمان، بما ان احنا فنيين اصلا فهو ده شغلنا اهو، علبتين الشكمان وحساسين الشكمان هم شايفينهم. تمام. وهنا الموتور ده كام 12 ولا؟ هون لا، هون 8 سلندر 4.0 توين تيربو. 1 توين تيربو، تيربوين 2 تيربو. كام سي قلنا؟ هاي السيارة فيها 3 محركات كهرباء ومحرك بنزين. 3 كهرباء؟ محرك بنزين. يبقى 2 امامي وواحد خلفي على ديفرنشيل، صح كده؟ بالضبط صحيح. فهي بتساوي اول ويل درايف بتصير السيارة لما بيشتغلوا الكل مع بعض. طيب ايه الحكمة ان هو عامل لها شحن كهرباء لوحده؟
طيب هلا هاي شايفين السياره، الشاحن الاصلي من فيريرا هو عليه البادج بتاعهم. هاي السياره 790 حصان، 790 حصان. محرك يعني البنزين، بنتكلم هنا 1000 حصان محرك البنزين، بنزين لوحده. البنزين لوحده. فجو الكهرباء جمعوا معاه 210 لحتى يقفلوا ال1000. يا 1000 حصان السياره، طبعا برنج معين. السياره بالكهرباء بتمشيك 25 كيلومتر. طيب يعني اذا الكهرباء دي وظيفتها تيك اوف Support. بس هي فينك تستخدمها بشكل كامل، ولكن هي بيكون مفصول ومعزول تماما عن البنزين، بتمشيك 25 كيلو. او فينك تستخدمها باللانش كنترول مثلا، فهو كل الباور بتاخذه من السياره ال1000 حصان كاملين. فهي بتجيب 0 to 100 2.6 سكند. 2.6. طيب انا عايزين نشوف الداخليه بتاعتها. يعني تخيلوا يا جماعه، من 0 ل 100 2.5 ثانيه، 2.5 ثانيه، انتوا متخيلين؟ وكم محرك فيها، و1000 حصان، 1000 حصان على الجسم ده وعلى البودي ده، وطبعا ايرودايناميك حدث ولا حرج. يعني فاكرين لما قلت لكم العربيات دي بتبقى تحس انها فات اس، يعني تحس ان انت عايز تحسس عليها هنا كده من كتر الجمال بتاعها. شايفين؟ انا عايز بس افرجكم عليها سريعا كده. هاي السياره موجوده. بصوا يا جماعه، اولا هنا الميشلان بايلوت سبورت ده الكاب 2 ده بيبقى كاوتش مخصص للعربيات بتاعت السباق. الميشلان بايلوت ده تمام، العرض بتاعه 315 30 20 بوصه. شايفين هنا الكاليبرات؟ الكاليبر ده بيبقى 4 خزنه فرامل ورا بيمسكهم على كل كاليبر. الديسكات المهواه في الخلف، المراوح المهواه في الخلف. طيب السبويلر هنا متحرك على فكره، السبويلر بيفتح من هنا، مش كده؟ طبعا لا، هي ثابت بس، ولكن ثابت. هاي خلينا نقول اصدار او فيها اوبشن وباكج اضافي. هو الاسيتو فيرانو. الاسيتو فيرانو بيكون السسبنشن ماخذ الماكس بانه يكون جامد للسباقات. وزن مخفف، الصفيحه اللي تحت بتكون كلياتها كربون. وبيزيدوا الداون فورس بحركات معينه بهذا الباكج. اذا انت منتبه هنا، هي بدون الاسيتو فيرانو. ايوه، فبتكون ستريت. هنا تعطيك شغلات اضافيه لحتى تزيد الداون فورس معك. تمام. فهذا باكج اضافي بعيد جدا عن الاجنحه الخلفيه العملاقه اللي هناك دي. بالضبط. تمام. هاي داخليه السياره. لاحظوا بقى هنا يا جماعه، برضو كربون فايبر مع جلد مع تطريز احمر عشان يديك الاداء الرياضي. طبعا المقود الدي شيب، لان اصلا دخول العربيات دي مشكله، انا مش عارف. طب الناس اللي باحجامي كده تدخل العربيات دي ازاي؟ لازم تروح على الجيم. والله يعني دي اللي تتمرن لها اول. طيب خلونا نشوف. بسم الله. طبعا منظومه الصوت من جي بي ال الامريكيه. طب بس انا يعني استاذ محمود، ايوه، انا مش شايف كاسيت، مش شايف وحدات تكييف. لا اعذر جهلي يعني. هون الكاسيت بيكون صوت المحرك. الكاسيت هنا صوت المحرك؟ هون الطرب بيكون صوت المحرك. يعني فعليا اللي بيركب هيك سيارات ما بيهمه ابدا انه يسمع ميوزك. مفيش ميوزك اصلا؟ ما في ميوزك. هو شغلته الوحيده لما بيشغل هاي السياره الصبح انه ينطرب بصوت المحرك بس. ببدل الغيارات. طب في تكييف طيب ولا في؟ طبعا اكيد كل السيارات فيها تكييف. بس انا مش شايف التحكم بتاعه. فين التحكم؟ طبعا هون كلياته عن طريق الشاشه اللي موجوده بالامام هون. هاي يعني حتى فينك تعمل كنترول على كل شيء موجود بالسياره، وهي نفسها تكون شاشه فيها كاميرا للسياره. يعني حتى الكاميرا الخلفيه بتبقى من هنا؟ حتى الكاميرا الخلفيه بتكون هون. وفي عندك شاشه صغيره موجوده للمرافق، هي تحت اللوجو الاس اف 90. ايوه. هاي بيكون فيها معلومات السرعه مشان يشوفها المرافق كمان معك، عشان ينتبه انت رايح فين. بالزبط. طب وده الجير ده بيبقى عباره عن؟ هون التحكم بالجير، في عندك الريفيرس او فينك تخليها مانيوال يعني او اوتو السياره. وده كده اللو مثلا؟ لا، فينك تحولها بين مانيوال او اوتوماتيك. فينك تتحكم بالشيفتنج بادلز. يعني ده شيفت باي واير. ان الطرب هنا
هو صوت الطرب هنا المحرك. صوت المحرك، نعم. طب هل ممكن ان احنا نطرب المتابعين بتوعنا؟ اكيد طبعا، حبيبي بيستاهلوا. تستنى. هاي المفتاح. ده المفتاح اهو يا جماعه، هذه العلبه الصغنونه وعليه برضو البادج بتاعها. طبعا الستارت انجن موجود عندك هنا. ثانيه واحده نفرج الناس تستارت. تاتش بالضبط. اشتغلت السيارة، لا ثواني، ايوه. بعدين بنقول له بدنا اياها بنزين. مش متخيلين الصوت المرعب اللي احنا سامعينه دلوقتي فعلا يعني. محمود انا عايز منك طلب صغير. قول لي. عند فتحه العادم ورا، وهتقرب منها بس المايك عندك هيلقط الصوت. نعم. المايك معاك هيلقط صوتك. تعالوا بقى نتفرج. انتوا هنا يا جماعه ما بتسمعوش صوت العربيه، انتوا بتسمعوا صوت 1000 حصان. انتوا متخيلين؟ انت مش بتسمع صوت الفيراري، مش حصان ده، انت بتسمع صوت 1000 حصان. افتكر دي قوي. العربيه بالكامل بتترج، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. شايفين؟ سامعين يا جماعه؟ شايفين بقى هنا؟ وانا عايزكم تشوفوا دي كده. شايفين هنا بيجيب لك الماكسيمم باور في الدركسيون نفسه. ده كده الوضع بتاع الحلبات تقريبا، صح؟ هذا البنزين انت شغال بنزين. معك. رجعنا كهرباء. كده كهرباء. نعم. والاوتو ده هذا بتتحكم انت ككنترول بالاضاءات، بالبنزين عندك، وهو مجرد لمس بيشتغل. غماز يمين يسار. نعم. شايفين الشفتات هنا عامله ازاي يا جماعه؟ شوف الشفت هنا قد ايه اصلا حجمه، وخلي بالك ان هو ثابت مش بيتحرك. يعني انت علشان بحيث ان انت وانت بتلف طرف اي اتجاه تقدر ان انت تعمل داون اهو، وهنا الاب. كل ده كربون فايبر. تمام. يعني مهتمين قوي بتفاصيل تخفيف الوزن برغم ان انت معاك 1000 حصان. يعني انت مش بتهزر يعني. اذا فيها شاشه اماميه كمان لعرض البيانات، صح كده؟ هيد اب ديسبلاي. هيد اب ديسبلاي. نعم. طيب هنا ده ايه؟ هذا انت هون التحكم في نظام الثبات الالكتروني ومنع التزحلق. لا، هون عندك انت بتتحكم بين السبورت، ماشي، اللي هو يعتبر نورمال بالسيارات العاديه، ريس. هون قفلت كل شيء، انظمه التراكشن، انظمه كل شيء. هون صار فينك بحيث ان انت تطلع تعمل دريفت بيها. ايوه، صار الفول كل شيء، انت المسؤول عن كل شيء. تخلي شركه فراري مسؤوليتها لما انت تختار هذا الخيار. يعني انت لو تختار هنا هي مالهاش علاقه بيك. خلاص، راحت كل انظمه الكنترول. هون بتعتمد على السائق. وده طبعا التحكم في الاضاءه. تمام. هي طبعا الاضاءه انتوا يمكن شايفينها في الزجاج الامامي اهوت. بصوا يا جماعه، من خلال الزرار ده كده، ده بتاع الكاميرا اهوت، بيجيب لك الكاميرا هنا. الكاميرا رجوع للخلف بس، صح كده؟ ولا في 360؟ لا، هذه الاماميه. امامي. لا، في 360. لا، امامي خلفي. امامي خلفي. طيب الخلفي احنا هنا بنوصل له لما بنجيبها على الار، صح؟ للار. ودي كده التعشيقه بتاعتها ار. ايوه. هي كده عشقت ار وجابت لنا الرؤيه الخلفيه. تمام. طيب لو انا عايز الغيها من الار، انت هنا ان تاني الشيفتنج بادلز مع بعض كلهم يجيب ام، وكده اللي هو الاوتوماتيك. اوتوماتيك، بس انت هلا على الان. طيب انا لو عايز بقى خلاص اغير نقله، انت بين هون مانيوال اوتوماتيك. طيب السؤال هنا، لو انا عايز احطها على البي بقى خلاص، انا عايز اخلص نقلات، تو شيفتنج برضه تو شيفتنج باتل. رجعت على الان نورمال، فينك تطفي السياره. طيب طبعا اكيد، لان هو صوتها مرعب قوي. ساتس انف. تمام. كار ووش مود اكتيفيشن. طيب يعني ايه كار ووش مود؟ هي السياره هلا عم تقفل كل شيء فيها، عم تطفي السيستمز،
وبتوقف. شايفين انتوا جورج بي ال هنا؟ طبعا ده هنا الفتحه بتاعت تانك البنزين، الفتحه هنا بتاعت الكهرباء، بتاعت الشحن الكهرباء، ودي الفتحه بتاعت المقدمه بتاعت السياره. هتفرجوا على الحته دي، شايفين دي؟ اودوميتر، هو طبعا بيقول لك انا 91 كيلو درايفنج ديستانس، بيجيب لك بيانات بقى بتاعت اخر رحله كامله اهي، ماي درايف والتاريخ. طيب العربيات دي كلها متعه ما عدا حاجه واحده بس اللي ما فيش فيها متعه، الدخول والخروج. لا فعلا هي محتاجه جيم، يا لهوي. طيب نبدا نقول الاسعار سريعا. نحن عم نحكي بالمكلارن 2.6 مليون، 2.6 مليون درهم اماراتي. لو حبينا ان احنا نحولهم لدولار بسعر صرف اليوم فبنتكلم تقريبا في 712.3 الف دولار امريكي. طبعا انت ممكن ان انت تحولهم لعمله بلدك بما ان الدولار يعتبر ثابت. طيب خلينا بقى نتكلم لو احنا حبينا ان احنا ندخلها مصر، تقريبا على سعر صرف اليوم انت بتتكلم تقريبا في 28 مليون جنيه مصري. انا مش عايزك تتخض، ده سعرها بس. اما لو حبيت بقى تدخلها مصر فاحنا الكلام هنا هيختلف تماما. ركز بقى معايا واستعد للصدمه. انت هتحتاج ان انت تدفع على ثمنها ده 278%، ده اجمالي الضرائب والجمارك المستحقه على النوع ده من السيارات. يعني تقريبا حسبة 79 مليون 80 مليون جنيه مصري. اوعى تنخرع وجمد قلبك لان لسه اللي جاي اعلى، وهتسمع دلوقتي سيارات معديه ال 100 مليون جنيه مصري. طبعا ده لو حبيت ان انت تدخلها مصر وتعلق عليها نمر ربنا يوفقك. الفكره ان انت لو انت واحد من عشاق السيارات في مصر او حول العالم وعايز تقتني واحده من السوبر كارز دي، كل المطلوب منك انك تتواصل معايا من خلال الميل اللي ظهر قدامك دلوقتي على الفيديو، وكمان هتلاقيه تحت الفيديو، وتطلب مني السياره اللي انت اخترتها وباذن الله هوفرها لك بعرض سعر مناسب جدا. السيارات اللي انتوا هتشوفوها النهارده وهتشوفوها في الحلقات الجايه السوبر كارز، العربيات الليميتد اديشن سبيشال اديشن، باذن الله هقدر نوفرها لكم بعرض سعر مناسب جدا خاص لينا. والاهم انه هيكون استلام فوري. السيارات من النوع ده بتستناها لو انت طالبها بالكماليات والامكانيات دي من المصنع بتاعها لفترات انتظار قد تطول لحد سنه واثنين وثلاثه. انا هوفرها لك باذن الله استلام فوري. تواصل معنا لو كنت واحد من عشاق السيارات. عندك الاس تي او 1.5 مليون 1.5 هاي 2022. طبعا 23 حاليا بال 1.7 تمام. سعرها. اس اف 90 صعب انك تحدد سعرها، ولكن خلينا نقول يبدا من 2.6 مليون اب تو 3.5 مليون حسب المواصفات او الباكجز اللي انت عم تحطها بالسياره. 3.5 مليون درهم اذا كان يعني تقريبا مليون دولار امريكي. في عندك اصدارات بيكون موجود فيها الرنجات او الريمز. شو بتقولوا لهم بمصر؟ الجنوط هذول بيكونوا كربون. يعني اذا انا نفسه كربون، نفسه كربون. هاي بدي جنط كربون 180 الف درهم بس. يعني لسه عم نقول بس هو العميل بتاعك هنا لو طلب ده بتنفذ له. هلا لا مش انا، هذا بيكون مبني بالاساس بفيراري. يعني هو بياخذ الباكجز الموجوده اللي هي جاهزه عندي. تمام. هذه اذا انت بدك مواصفات معينه بالسياره حصريا لازم يبنوها بفيراري، والموضوع بياخذ وقت اكيد. بس متاح. بس نحن عم نحكي مثلا بويتنج سنتين ممكن يكون. سنتين؟ طبعا. يعني مش مثلا 6 شهور زي مرسيدس او حاجه. لا 6 شهور. ما في 6 شهور. هاي مثلا الاسترادالي، هاي اصدار مميز سبرسيوني. بسنه 2021 فيراري قررت انه تسترجع الماضي الجميل بالستينات، وساوت كل سياره بنفس الوان ومواصفات سياره فازت بايفنت معين بسنه بالستينات خلينا نقول. تمام. فهاي هذا الاصدار بيكون لسياره معينه فقط، هي الوحيده بالعالم اللي بتشبه هاي السياره الاس اف 90. فهاي بيكون سعرها 2.35 مليون. طيب يعني احنا بنتكلم يا جماعه تقريبا كده بسعر الصرف، يعني العربيات دي بتوصل لمليون دولار امريكي، صح كده؟ اللي هي 3.5 يعني تقريبا مليون. تقريبا مليون دولار. مليون دولار. طيب انا في هنا نقطه مهمه برضو، انا بوجه كل التحيه والله لمستر محمود. اهلا وسهلا. هو بصوا يا جماعه، هو طبعا اخونا سوري، انا اول ما دخلت تخيلت بقى ان هو العربيات اوروبي وهو اوروبي، هو طبعا انتوا شايفين اوروبي. الميزه فيه بقى اللي انا بحييه عليها فعلا ان فعلا سيلز جامد جدا في كميه المعلومات اللي عنده. شكرا. يعني انت معاك عربيات كتير جدا وكل عربيه لها تاريخ، لها حكايه، لها قصه، يعني حتى اسمها له قصه. فان هو يقعد يحكي لك كده، انت فعلا انا بحييك
وانت من الناس القليله اللي فعلا برفع لها القبعه اهلا وسهلا. ان انت فعلا عندك كميه المعلومات دي عن السيارات اللي انت بتبيعها، لان فعلا يمكن احنا بنفتقد ده في دولنا العربيه، ان انت يكون معاك سيلز فاهم يعني ايه عربيه، يعني فاهم يعني ايه سياره، خلينا سياره بالاسم العربي، سياره، فاهم يعني ايه سياره، فاهم ان هو بيبيع ايقونه. انت هنا تقريبا بتبيع ايقونات مش بتبيع عربيات عاديه، فاهم هو بيبيع ايه، يعني يقدر ان هو من خلال الكلام الجميل بتاعه انت فعلا هتحب ان انت تشتري العربيه. هو بيجيب لك تاريخها وبتاريخ الاسم والاصدار وليه هي كده وكم حصان وكم محرك ودفع رباعي او خلفي او، فانا فعلا بحييك. اهلا وسهلا. يا جماعه احنا كده وصلنا ل 21 دقيقه، 21 دقيقه من المتعه، ما اظنش ان انت مليت منهم، يعني انتوا كملتهم للاخر. بس طبعا انا مضطر ان انا اقفل وهنبدا حلقه جديده وهنخليها على اجزاء، لان انتوا مش متخيلين مدى اللي احنا فيه. انتوا تقريبا هنا دخلتم جنه السيارات. عايزكم تتفرجوا، اكتبوا لنا في التعليقات عايزين الحلقه الجايه نصور ايه، المازيراتي ولا البورشات ولا الجي كلاس. وعلى فكره في هناك هتلاقوا حاجه طالعه كده من بين اخواتها، شايفينها الخضراء اللي هناك دي جي كلاس برضو، بس برضو دي ليميتد اديشن، دي دفع رباعي تمام. واللامبورجيني الاورس دي اللي هي منصوري اديشن. طيب اللي حابب بقى يكتب لنا في التعليقات هو عايز يتفرج في ايه في الحلقه الجايه من العربيات دي، وانا باذن الله هستكمل معاكم في الحلقه الجايه ونبدا نتفرج على باقي الوحوش دي. انتظروا الحلقه الجايه. طبعا لو عجبتك الحلقه، سيبك من الحلقه، لو عجبتك العربيات اللي عرضناها في الحلقه اكيد لازم تدوس اعجاب. حاول ان انت تشير الحلقه دي في كل مكان، ونستكمل الحلقه القادمه من داخل معرض ستو بيز موتورز. بيز موتور. السلام عليكم.